نفسي اتعشى النهارده فطير مشلتت، فعملته بدون عجن وفرد ودقيق. مش اول مره اعمله كده، يعني لو جربتوه بالطريقه دي هتعتمدوها، خصوصا انها جميله وسريعه وبدون تعب ومجهود. والنهارده هعمل 2 جلاش، يعني لو هتعملي لفه جلاش واحده هتقسمي المقادير دي. مفروض نضيف نص كوبايه لبن ونص كوبايه قشطه، بس ما كانش عندي قشطه فضفت كوبايه لبن للفتين الجلاش، ونص كوبايه زبده على سمنه او سمنه بس، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، و3 معالق كبار سكر، وكوبايه زبادي. وممكن نستبدل القشطه بزبادي بدل ما استبدلتها باللبن، وبرده على حسب المتوفر عندك. هقلب الكلام الجميل ده كويس، ولازم الزبده او السمنه تكون سايحه عشان تتخلط بسهوله مع المكونات. جبت الصينيه ودهنتها حته سمنه، حطيت ورقه جلاش واحده وسبت الاطراف كده لبره، وهدهن صوص التشريبه اللي عملته بين كل ورقه والتانيه. كل مره هحط فيها ورقه الجلاش هسيب الحته الزياده من ناحيه مختلفه من الصينيه، عشان بعد ما اخلص ورق الجلاش خالص هتني الاطراف وهدهن صوص التشريبه برضو بين الاطراف وانا بتنيها، وهسيب ورقه تكون سليمه ومش مقطوعه للوش في الاخر. كل ما اتني طرف ادهنه وهكذا لحد ما نخلص الاطراف اللي طالعه من الصينيه كلها. وجبت الورقه السليمه اللي انا سايباها على جنب للاخر وحطيتها فوق الوش، وتنيت الاطراف لتحت ودهنتها برضو من فوق الوش صوص التشريبه. ولو فضل معايا حاجه بحطهم في الصينيه، بس هو اصلا المقادير مظبوطه مش هتلاقي فايض معاكي اي حاجه. وسخنت الفرن على درجه حراره 200، وحطيت الصينيه في الرف الاوسط لمده ربع ساعه، ونبص عليها كده لو اتحمرت من تحت بشغل الشوايه عليها تتحمر من فوق. ولما طلعتها من الفرن باي كيس نضيفه عندك غطيها وهي لسه سخنه، هتلاقيها طريه ومورقه وجميله. وكده عملنا احلى فطير مشلتت بدون عجن وفرد وفي اقل وقت واقل مجهود. وكده عملت 2 فطيره في نفس الوقت وحجمهم كويس جدا، جربوها بجد هتعجبكم قوي.